يا جدعان الريال مش قادر يجاريهم، مش قادر يجاري اللي ماسك الكوره، مش قادر يبص لهم. الجون مش جون وانت ليك بلانتي ما اتحسبش. والكرة بتاعت امير عابد. حد يقدر يلخص لي اول 17 دقيقه في جمله؟ استنى بس استنى، يا لهوي يا كورتوا، يا نهار اسود يا رب. يا عيال احنا من غير كورتوا بنخلص. عرضه عرضه عرضه. يا جدعان الريال مش هيمسك كورة غير لما جوارديولا يسيب الكورة. انت السيتي بيربيك على اللي انت عملته السنه اللي فاتت. ايوه ولا رجوله ولا كوره ولا تكتيك ولا اداء ولا لعيبه ولا اي حاجه. طب ده سؤال مهم جدا، لعيبه الريال انشيلوتي قال لهم ايه ما بين الشوطين؟ انشيلوتي ما اتكلمش اصلا، لهم لفظ شايفه. لازم الريال دلوقتي اديله انذار، لا اديله انذار، اديله انذار. قلبه بقى نفسي تظبط معاك في تصدق قلبه، ده عندنا قلبه صح. تظبط معاك في اول بقى يا باشا اتفرج على الفاول ده، الولد جنبوجان ده الماني بس كبيرة. ايه باشا مش اي حاجه. مفيش امل من الماتش ده. شكرا يا ريال. كينج اللعبة معاكم بولا سمير، وحلقة جديدة من يوميات دوري أبطال أوروبا، ولايف رياكشن تاريخي على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مباراة تأهل ريال مدريد للنهائي إن شاء الله. طبعا لسه معانا ناس جايين إن شاء الله، يعني يجوا لو جم معايا أخويا. نبدأ كده، توقعاتك للماتش يا نجم؟ ان شاء الله 1-0 للملكي في اخر الدقايق كده. فيني ماشي. وأنا توقعاتي 2-1 لريال مدريد إن شاء الله. أهو ووكر ادى واحدة لفيني كده في بداية الماتش، بيقول له اوعى تنسى نفسك يالا. تفتكر جوارديولا واثق ان هو يطلع ولا واثق ان هو يتأهل على حساب الريال؟ لا جوارديولا من النوع اللي بيدي قيمه للفريق اللي قدامه قوي. جوارديولا من النوع اللي بيدي الريال. هو مع برشلونه هو يدي الريال النهارده ان شاء الله. طبعا احنا اخدنا التوقعات. يوسف هارون توقعك؟ 2-1 للسيتي. انا قلت 2-1 للريال. 2-0 للسيتي ان شاء الله. لا تاني عشان لو جتش. 2-0 للسيتي. توضيحا ان انا بشجع الريال، يعني انا بشجع الريال يعني. وانا برضه بشجع الريال، بس انا واقعي اكتر. بشجع الريال، اتمنى فوز الفريق الاخر. انتوا بتشجعوا انتوا شويه مرتزقه. استر يا ستر. الحمد لله في طبعا السماء. دي كرة تثبت. عبيط ممكن. ايه ده طب يا جدعان جد مين يتأهل؟ جد مين يتأهل بصراحة؟ حق ربنا السيتي، حق ربنا. لا حق ربنا الريال طبعا. يا عم انت بص ولا جامد ولا ميليتاو ولا اقتل ولا. بالرغم من قوة السيتي وكده، بس الريال ممكن يخطف زي الماتش الذهاب برضه. لا، ده أنا قلت هو ممكن الريال يخطف بيخطف فهو غير متوقع، فاهمني؟ بص انا اقول لك سيناريو. انا ما شفتش ادرسون الاحداث. بحتفل يا عم عادي. انا اقول لك سيناريو الماتش. السيتي هيجيب جون والدنيا هتهدى، والريال هيمسك الماتش طبيعي، ما هو خلاص هو طالع، فهيمسك الماتش. هيروح جاي كده في الدقيقه 60 70 هيروح جايب التعادل، وهيجي في اخر دقيقه هيروح رازعهم التاني. ده سيناريو معروف للريال، واكيد جوارديولا الفكره انه لا يا لا، الفكره ان هم حتى الان كل اعتمادهم على هالاند. يعني في ماتش الذهاب ما كانوش كده، كانوا بيلعبوا جماعي. هم معتمدين ان هالاند اللي هيخطف لهم جون، فهو لغايه دلوقتي هم بيرفعوا على هالاند. في كل كرة بتلاقيهم اي لعيب بيمسك كرة بيحرجم ان هو يرفعها. خطيرة دي هي ولا جون ولا ايه؟ جون ولا ايه؟ يا لهوي ما دخلتش. قلت لك هالاند، ربنا يلعن هالاند. يا جدعان صدقوني الفريق حرامي. يا جدعان الريال مش قادر يجاريهم، مش قادر يجاري اللي ماسك الكورة، مش قادر يبص لهم. توني كروس تقيل اصلا. ده عمال حرامي. بامانه الريال حرامي يطلع. ايه مين ده يا ابني؟ الريال حرامي يطلع؟ انت بتفهم ده بيتكلم بمشاعره بس. قسما بالله يا جدعان. ايوه يا جدعان، لا الريال مش هيطلع. صدقوني السيتي يستحق. لا الريال مش بلاش انا اسف، الريال معاه 14 بطولة، عايز ايه تاني؟ يستحق ما يستحقوا، عايزين نفس 15. المرة الجاية ياخدها واللي بعدها ياخدها، ما يسيبها مرة. لا زيرو. مش السيتي اللي تاخدها مننا، الانتر. انتر مين؟ عشان تبقى باينه ان هي حظ، لكن مش السيتي تبقى لعيبه عليا وتطلعني والنص النهائي. انت بصراحة شغل. هم اكشلي هم لعيبه عليك فكر اكشلي خسرناهم السنه اللي فاتت بنفس السكواد. انت فكر اهلاوي قوي. خسرهم السنه دي بقى. فكره اهلاوي قوي يا جدعان. اولا الذهاب كان في غباء تحكيمي مبالغ فيه. الجون مش جون وانت ليك بلانتي وما اتحسبش. والكرة بتاعت امير عابد. لا لما يبقى الراجل ده بيقدم لكم فيديوهات
وبعض الاشخاص الحقودين في المايك اصلا. ما انا بعد عشان ما ازعق. لا كده ويعني المفروض الدعم يعلى يا شباب، ومش هتخسر حاجه لما تحط لايك. الحساب بتاع اليوتيوب ظهرت ان 80% من اللي بيشوفوا الفيديو 80% من اللي بيشوفوا الفيديو مش مشتركين ومش بيحطوا لايكات، وده عيب، قسما بالله عيب. حد يقدر يلخص لي اول 17 دقيقة في جملة؟ سيتي من ناحيه واحده احنا مزنوقين زنقه. احنا مشكلة كبيرة، احنا ادائنا ده ما يخليناش ناخد دورة رمضانية وربنا. نتأهل ايه وخرا هم ايه؟ اكتر مننا طيب. ولا ده. بيلعبوا 12 مش قليلين. انت تعرف ان لو اتفرجتوا انتوا على المسلسل بتاع الريال، مسلسل ريال المسلسل اللي هو نزلوه بعد دوري ابطال السنة اللي فاتت، تعرف ان رودريجو اللي هو الوينج بتاع مش المدافع، لا رودريجو ايوه عارفه. واخد مودريتش اب روحي ليه؟ اب روحي. انت يا ابني بس ده غير استنى مركز. بس استنى يا لهوي يا كورتوا، يا نهار اسود يا رب احنا من غير كورتوا بنخلصها. يا لهوي جابها ازاي؟ يا جدعان يا نهار اسود ده رايح عكسها اصلا. ايوه يا بيه. يا ابني مستحيل، طرف ايده يا ابني مستحيل تتصد، لو فكرت مليون مرة هتدخل. هو هتدخل. يا جدعان فريق مرعب بجد، فريق مش طبيعي. هو مش هتفضل كده كتير. ده هيعملها مع الانتر لو وصل. احنا سيئين قوي، احنا سيئين قوي. يا رب لا، يا رب لا. قلت لك في جون، انا اقول لك في جون. اللعيبه كلها ما استرجلتش ال 11 اللي لو ما استرجلتش بس مينا مش هينفع. خلينا برضو نقول ان حتى لو هم استرجلوا برضو السيتي عالي قوي، عالي قوي اكتر فوق الاسترجال. انا اسف يعني السيتي حتى لو انت استرجلت هو اعلى من مرحله ان انت مسترجل. معلش مش عارف الصراحه. صعب بص الاسيست. صعب قوي، انت صعب بص دي بروين اداله ازاي. صعب قوي. بص الاسيست. انت مش في الدنيا، انت يا ابني مش في الدنيا فعليا يا جدعان. لا الفريق يا جدعان يا ابني، فريق يا ابني، قدرات مفيش كده في العالم. ايوه فريق، مفيش في العالم فريق بالقدرات دي. فريق يا جدعان قوي. ده دي بروين اداها له، محدش في الملعب شايفه غير دي بروين. يا عم شايفه ايه يا عم؟ مقريه انت كمان. بص ايوه مقريه قوي، هو هرب صح من المدافعين خلاص. وده اللي كنا بنقوله وبنوجه رساله لبيريز ان تيشيرت ريال مدريد مش هينفعك مش في السنين، سعفك في كام سنه، لكن انت تجيب لي لعيبه صغيره بملاليم لا. ارجع بقى يا باشا، هات لعيبه كواليتي عالي. لكن انت هتجيب لي لعيب عقبال ما يبقى نجم يقعد لي 5 سنين. ايه اظن الرساله وصلت يا بيريز. اتفرج يا نهار بيلعبوا اسود. بينا. هالاند بينا. هالاند حاطط صباعه في بقه وناوي على خراب. الريال هيطلع. ما انا ممكن. ايوه روح يا رب ووكر يا جدعان، ووكر مريب خالص. ايوه صح يا جماعه، حسسونا ان احنا ابتدينا نيجي في الماتش، حسسونا ان احنا ابتدينا نعمل اي حاجه. صح احنا بنعرف نلعب كوره برضك. ودي صح يا لهوي يا بنت. هتيجي والله هتيجي ايوه هي دي الفكره، ان الريال برضه لما بيروح صح. احنا كده ابتدينا نحس ان احنا جينا في كورتين كده في دقيقتين كويس يعني. يا رب انا مش عشم نفسي عشان ما يحصليش حاجه. حلوه. عرضه بس ايه اوه عارف اوريه لو يمسك حلوه يا ابني. احنا حلوة كده أوي. احنا كده تمام. دخلنا الماتش كده، الكرة دي جابتنا كده جوه، بدل ما احنا كان بقالنا 20 دقيقه بنتهاجم. انا خايف من كامافينجا، بحسه هو كامافينجا جامد. لا الصراحه هو كامافينجا فاجر. ماشي، بس بص غلطات يا عم مش منه يا عم. مش يا عم حتى لو نص مش بيلعب في حته مش حتته. بس بص هو اصلا كامافينجا راح فين دلوقتي؟ خلي بالك هو غير مركز كامافينجا. قلبه تقريبا، ودى قلبه. بس قلبه نفسه ما يسعوش. هو كامافينجا بيعمل ايه؟ الريال بيقول لك احنا بنعمل ايه يا جدعان؟ يا رب لا يا نهار اسود يا جدعان. احنا بنعمل ايه؟ ايه ده يا جدعان؟ لا يا جدعان يا لهوي، ده اسوأ ماتش ممكن تتفرج عليه. كامافينجا ليه راح بعد كده سابه لوحده خالص يستلم ويرتاح ويباظي؟ ليه كامافينجا عمل كده اصلا؟ غير كده بيقول لك الريال تعب 36 دقيقه وتعب ليه؟ غزل المحله. لا ثواني بجد،
بص كده الكوره من اولها تاني، بص كده الكوره من اولها تاني. كامافينجا راح لحد هناك ضغط بظاها، قام سابه ورجع بظهره. بص كامافينجا رجع بظهره عشان يخش البوكس، قام بظع على مهله، وكامافينجا اللي كان جنبه. كان فاكر المفروض يثبت هنا. ليه كامافينجا السبب في الجول ده كله؟ كامافينجا ساب ده يستلم على مهله خالص. يا لهوي يا جدعان، ولا كان في واحد مودريتش تقريبا ولا مين معاه واقف برضه. تعبوا يا جدعان، ما انا معلم يعني ايه بيقول. تعب يا ابني انت؟ تعبوا، يعني تعبوا. ايه يا جدعان انتوا مش متأهلين بدنيا يعني؟ ما ضغطينهم قوي، السيتي ضاغط قوي. السيتي يا جدعان انا اسف السيتي. ده اسوء لا بس الجون ده مش حلو، يعني الجون ده مش لعبه وفكره، دي غلطه 100% من دفاع ريال التاني. انت ممكن وده مستحيل. انت ممكن اللي يستفزك بقى ويقتلك يقتل طموحك ان بعد الاتنين دول تلاقي السيتي اللي ماسك الكوره. ما هو ماسك الكوره. هو ماسك كوره، ده الكوره ده ما هو لو ساب الكوره يبقى هبل. هو لسه يوسف قال له لو دفعت بغلطه. يعني مثلا امبارح لو فضل مهاجم عليه هيجيب تالت على فكره. امبارح مثلا ماتش الانتر والميلان كان على ملعب انتر، بس كان طول الماتش الاغلبيه كان الميلان ماسكه الكوره عشان هم كانوا خسرانين. ده الطبيعي دلوقتي الريال يكون ماسك الكوره. بس الريال مش هيعرف يمسك كوره غير لما جوارديولا يسيب لهم الكوره. انت بتتكلم ان هم جامدين، هم جامدين قوي احسن منك، بس مش لدرجه ان انت شوط كامل ما بتلعبش اصلا. مش عارف. انت مش عارف استحواذ 90 مقابل 10. انت ابرز حاجه ليك في الشوط عرضه كروس فرديه يعني حاجه اللي فرديه. هي كانت في الدقيقه كام؟ اصل حاجه و30. لا يعني الاداء 30. اداء محبط يا جدعان. ده انتوا لو جايين خايفين مرعوبين منهم مش هنعمل اللي احنا بنعمله ده. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ يا جدعان ازاي السيتي ماسك كوره وكسبان 2؟ هو ده الاداء المحبط اللي بقول لك عليه. لان ده السيتي. ايوه مش هو جوارديولا لما يعوز كده يزق مش ويحب عشان يلعب هو السيتي، هو هيسيب له عشان الكورة. هو جوارديولا اللي ماسكهم. لا هو اللي يعرف يعمل تكاملا. الفيزيك لا مين هو فريق متكامل من كل الجهات ازاي والنواحي. يعني؟ بص من كل الجهات والنواحي. انا استغفر الله العظيم يا رب وصلوا للكمال. كمال كرة القدم الكرة الشاملة. هم عندهم الكرة الشاملة، كل لعيب فيهم يقدر يعمل اي حاجة غيره بيعملها. يا جدعان نهار الريال مش هيمسك كوره غير لما ربنا جوارديولا يسيب ده الكوره. انت السيتي بيربيك على اللي انت عملته السنه اللي فاتت. ايه يا عم في ايه؟ ما بالراحه. وربنا بيربونا يا ابني. ما بالراحه. ده بص عارف متضايقين. بيتمشوا يا ابني بيتمشوا. متضايقين في حاجة عشان غلط. خاطر ما بيخلصش. لا يا تحس جدعان. ان عارف حد بيموتك بالبطيء. انا برناردو لو جاب التالت يا جدعان أنا آسف، أنا آسف. ممكن انام. بس لو بيلعبوا فرقه في الدوري المصري مش كده. انا اسف يا بس يا جدعان. عم تعويض يا عم، يا ابني جيبوا جون من نص ملعب. بس يا عم ده لا تحس يا ابني بجد ده انه زي بيلعب 50 فرقه صفر. من الدوري المصري مش كده. ايوه يا ابني اداء مش طبيعي. ايوه يا ابني ده من اسوأ اداءات الريال في الموسم. ايوه انا عمري في حياتي شفت هو ريال. اداء ما فيهوش رجولة بربع في ده المية. ما فيهوش حاجه. ايوه هو مش ده ولا رجوله ولا كوره ولا تكتيك ولا اداء ولا لعيبه ولا اي حاجه. هو انت فين؟ انت جيت اصلا. الكورة بص كانت معانا اتقطع راح السيتي معاه الكورة الموضوع خلص. انتهى الشوط الاول بتقدم السيتي بهدفين مقابل لا شيء، وان شاء الله ما ننزلش الشوط التاني. شكرا. بدايه الشوط التاني وريال مدريد ما عملش اي تبديلات طبعا. كل واحد كده يقول حاجة حزينة. على روح الريال. كل واحد يقول توقعه لسيناريو الشوط التاني هيمشي ازاي. ما اي حاجه من الاتنين، يا خراب يا اما فيها بقى حاجه. الريال هيجيب جون بس السيتي هيكسب الماتش. حلو. هيخلص 2-1 والريال هيجيب جون ويبقى 2-1. قطع الكورة رجالة زي ما احنا. حلو ولا بص يا جدعان بص عندنا بيقعدوا 7 سنين في يتمرنوا عليه. لعبة ازاي لوب من ما انت فوق. نص الملعب بتاعك 38 سنه و500 سنه. ماشي خلاص بقى. تاكلينج يتكسر فيها. قدر ولطف. ده جد يا ابني. ماشي. يلا جدعان. طب ده سؤال مهم جدا. لعيبه الريال انشيلوتي قال لهم ايه ما بين الشوطين؟ انا سونيتي ما اتكلمش اصلا. قال لهم لفظ شفعوا. لا والله ما اعرفش الصراحه، من غير متوقع. نفسي اقول انا من وجهة نظري اللي يتكلم اكتر واحد قاعد في الريال بنزيما، يقول لهم عيشنا بجد وبامانه الله، بامانه اقل حاجه يقول لهم احنا السنه اللي فاتت عرفنا نعمل ريمونتادا تخليهم على الاقل يفكروا يلعبوا، ان هم على الاقل يقدروا، عارف اللي هو انا ايه اللي هو طب ما انا كسبته ما احاول تاني، لان لو الريال دخل الماتش بنيه ان هو مش هيحاول اللي هو بقى خلاص احنا نقفل عشان ما نطلعش بفضيحه، والله هيجي فينا بتاع 7 جوان كمان على الاثنين معانا.
احنا ما بص احنا خلاص يلا احنا خلاص الكورة ما خلاص ينفعش يغلط. حلو ولا ميليتاو طب ما بقى؟ انا كسبتك وانا ناقص. طب ما طب ما انت كسبتني وانت ناقص. لازم الريال دلوقتي اديله انذار، لا اديله انذار، اديله انذار. قلبة بقى نفسي تظبط معاك في أول كده. تصدق قلبة، ده عندنا قلبة صح. قلبة تظبط معاك في اول بقى. يا باشا اتفرج على الفاول ده، بقول لك ايه بقول لك اتفرج على الفاول ده في ايه ده بقى، نبطل تخريه بقى في الماتش. يا رب، يا هيحطها بايده يا رب حطها في الجون يا قلبة، حطها في الجون يا قلبة. انا عارف حطها في الجون يا هيدخل قلبة. كروس يشوطها. حطها في الجون يا قلبة. ايه يا ابني ما هو نفسي تظبط معاه في مره. غير متوقعه لإيدرسون كان فاكرها يحطها. ايوه غير متوقعه بالمره. اتوتروا تصدق لا هيفعونا التالت ده. ده ربنا سمير في ماتش يا رب الاهلي. الحكم ما بيبصش الماتش بس عشان ابتدت لعيبه السيتي تضغط على الحكم. واحنا ابتدينا نضغط على السيتي، فهي معادله متوازنه. بص، ادخل يلا. ميليتاو حالف اللي كان هيقرب كان هيقتله. اجي السيتي بيضغط على الحكم والريال بيضغط على السيتي، يبقى وانا بطيخ يبقى الدومينو. الزمالك خد دوري ايطالي. اقول لهم الريال بيلعب ازاي. يا جدعان الريال يا جدعان المفروض يا مان تو مان يا زول. الولد جندوجان ده الماني، بس كبير يلا. اهي باشا مفيش اي بس حاجه. الماني. مفيش امل من الماتش ده. شكرا يا ريال. طبعا عشان احنا حضرنا لازم نوصل 50,000 لايك يا جماعة. حضورنا ده طبعا على دماغ كل متابع، كل اخ واخت، شاب او فتاة بيتابعنا من اي مكان، ان كنت صبح ان كنت بالليل قاعد بتشوفنا كنت الدور عادي. اضغط لايك. عادي مش هاخد، ادينا مستنينك اهو انت بتضغط اللايك. ايوه انزل بس ايوه انزل ايوه ايوه اطلع من الفيديو اضغط لايك. ايوه ما اهو. تطلعش خالص بعد اذنك. ايوه هو ايوه بص شفته ده وهو بيدوس اللايك. شفته 5 على على اتعداك تضغط لايك بكوعك. صح راجل يلا، راجل صدقني بيلعب بروح، بامانه بيلعب بروح. مين ده؟ راجل يلا ارجل واحد روح. اصغر واحد. ايه دي؟ اصغر واحد ارجل واحد. ايه ده؟ حلوه بقى انت اعمل فرق، اعمل الفرق بقى. يا جندوجان يلا جندوجان. 3 واقفين خط. صح بتعمل ايه يا كروس؟ ارحمنا وارحم نفسك بقى يا ابني، مش هتعرف تعمل حاجه لوحدك، مش هتعرف يا ابني. رودريجو هناك بيحارب لوحده، وفينيسيوس هنا بيحارب لوحده. بيفتح الملعب بطريقه المفروض مريبه. اكتر واحد اصلا يكون بيتحركوا. مش بيحاربوا، ربنا حرب. كل واحد بياخد الكرة على امل انه يعمل كل حاجه لوحده. يلا بينا. هو ده الحل. قلب الدفاع هو الحل. بيطلع مودريتش، يخرب بيت التبديله والقهره. ايه ده بقى خلاص. مش فاهم. ده اغرب اختيار شفته في حياتي. ده عشان يطلع كامافينجا قدام يعني ولا ايه؟ لا عشان ما يخسرش ست. هو ايه الخرج؟ هو كده فعلا يطلع يقول عشان كروس. ما اخسرش سكور. طب ما يطلع كروس. سكور ايه يا ابني؟ يعني مين هينقل الكوره هو ليه دلوقتي؟ مش كروس؟ طيب ده طلع كروس مش مفيد زي مودريتش. عشان شاك كوره جابها في العرض. يا عم انت سيبك طلع مين؟ ده مطلع نص ملعب بينزل قلب دفاع. يبقى بيدافع. مش عايز يخسر ابولا سكور. يخسر ايه يا جدعان؟ احنا طلعنا. ملهاش، لو مش عايز يخسر سكور يبقى خايف على شرف الريال. يلا بينا. ادي جامد. ايه ده؟ كورتوا. دي كورتوا شالها. كورتوا. دي عدت من كورتوا خبط في العرض. لا دي كورتوا شالها. هي طلعت من كورتوا شالها وراحت طلعت فوق الجون. جون. اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. تمام كده. الله الثالث. لا ده ميليتاو اللي جابها. هم كانش بيحتفل ليه؟ ميليتاو اللي جابها اصلا. يا ولا يا ميليتاو. الله ينور ميليتاو. يا مالي خزاينك وبنوكك يا بياع الريال يا. بص تحس ان كورتوا هو نزل على ركبه وباصص له بخزلان قوي. بص ميليتاو بخزلان. فار. ايوه بصينا بالفار لقينا ان اللعيب من عندنا اللي جايبها حاجه. طلع هو لايف. عارف انت جاي عارف ان انت ايه نسبة 95% انت هتخسر، بس ما كنتش عارف ان انت هتتهان. يعني انا كنت يعني خلي بالك الماتش الاولاني كان فيه شد وجذب شويه، انا اسف، بس كان الريال في لا النفس. ثواني، لو بتتكلم بما يرضي الله السيتي كان في ارضك واكلك الشوط الاول. بس كان الريال فيه برضه مينا، ما كانش كده مينا. يلا بقى يلا بقى حط جون دي خالص. ايه ده انا اسف. ما ينفعش تستلم خالص
في الحته دي يا فاسكيز دي كنت تشوت. ازاي يعني؟ خلاص هو بعد الكوره دي الماتش خلص. ازاي يعني ازاي؟ مش فارقه اصلا، يبقى 3-1 يعني. هي دي الحياه، بص يا جدعان السيتي جدعان السيتي بيمشي كوره. هي دي الحياه. يوم عليك يوم عليك. ويوم عليك صح. يا جدعان هو مش ايه وديع لا 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 ولا لا يا جدعان، لا يا جدعان، لا يا جدعان، ايه الخرا ده يا جدعان؟ لا يا جدعان، لا يا جدعان. بمجموع اللقاءين 5-1 والخامس سجله الفارس. الفارس. كنت اقول كمان انا اسف. وهنا بينتهي لايف رياكشن اسلام يجيبوا السادس. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نص نهائي دوري ابطال اوروبا، ومجموع الماتشين 5-1. وان شاء الله بقى حلقة بقى بعد حلقة بقى نتكلم على ماتش انتر والميلان وماتش الريال والسيتي بقى ذهاب واياب، ونتكلم على نهائي دوري ابطال اوروبا طبعا مانشستر سيتي وانتر ميلان. وشكرا جدا. طب ناخد كلمه من استاذ مينا سمير اللي منهار. ناخد كلمة من كل احساسك بالماتش كده. احساسك وانت الاربعه. مش عايز اتكلم. مش عايز تتكلم؟ متضايق؟ حقه الصراحة. حقه يا جدعان، حقه يعني. خسران 5، انا اسف يعني 5. يا جدعان انا بالنسبه لي المواجهه دي تلخيصا كان البيج رامي ضد بيج ياسمين. وشكرا. مش عايز نقفل بقفله. لا خلاص مفيش قفلة، سلام.